أقول لك شيء من البداية. إذا يوم من الأيام ورثت بيت قديم، لا تروح لحالك حتى لو قالوا لك أنت الوريث الوحيد وما في أحد غيرك. لا تروح. أنا رحت. اسمي راكان وعمري وقتها كان 28 سنة. عايش في الرياض، موظف عادي، أشتغل في مكتب محاماة صغير. حياتي مملة لدرجة إني صرت أتابع مقاطع تنظيف السجاد وأنا آكل. في يوم جاني اتصال من رقم ثابت، رجل صوته مبحوح، قال أنت راكان ولد أخو حسين بن عويد؟ قلت له إيه، عمي حسين مات له سنين. قال إيه بس البيت باقي. قلت وش قصدك؟ قال هو كتب لك وصية إن البيت يصير لك وطلب ما حد يدخله إلا أنت، وإذا ما جيت خلال شهر نحرقه. قلت تحرقونه؟ قال هو قال كذا لا تسألني. حطيت السماعة وأنا ماني فاهم. عمي حسين هذا انقطعت أخباره من 10 سنين، حتى في العزاء دفنوه بدون ما يفتحون بيته. قالوا كان يوصي يقفلونه. البيت كان في قرية اسمها الغويلية، ما بين حايل والجوف، قرية صغيرة جدا آخرها طريق ترابي وناسها قليلين. أذكر أني زرت عمي هناك لما كنت صغير، ما بين 6 و7 سنوات، بس ما أتذكر تفاصيل كثير غير أن المكان ما كنت أحبه، لكن الفضول أقوى من الحذر. جهزت شنطتي وطلعت. وصلت الغويلية قبل المغرب. القرية كانت شبه فاضية، السيارات قليلة والدكاكين مسكرة، حتى المساجد فيها صدى أكثر من ناس. سألت عن البيت، قال لي راعي البقالة بيت حسين. يا ساتر، باقي ما حد سكنه. قلت أنا جاي أفتحه. قال الله يعينك، لا تقعد كثير. ما فهمت قصده، بس كملت ووصلت للبيت. جدران مكسورة لونها طين قديم، أبواب خشب سودة من الرطوبة، نوافذ مكسرة ومغبرة كأنها ما شافت الشمس من سنوات. فتحت الباب الرئيسي بمفتاح عطوني إياه من البلدية. أول ما دخلت جتني ريحة قديمة، خليط بين تبن وعطر بخور محترق، وريحة كأن شيء مات قبل أشهر. البيت كان ساكت بشكل مو طبيعي. أحس الخطوة اللي أخطيها تطلع صدى داخلي، بس كأني أمشي داخل راسي، ما في حياة. الرواق الأول يؤدي إلى مجلس كبير، الفرشات مطوية، وفي كنبتين خشب، وغبار مغطي كل السطح. على اليسار غرفة طعام، وفي الزاوية باب درج ينزل تحت. ولحظتها رجفت. أنا متأكد وأنا صغير إني نزلت ذاك الدرج وصار لي شيء، بس ما أقدر أتذكر وش هو. حاولت أضغط على مخي، ذكريات، صور، أي شيء، بس كانت الذاكرة نفسها تنسد إذا حاولت أتذكر القبو. تركت الدرج وطلعت للدور الثاني. غرف النوم 3، واحدة فيها مراية كبيرة مغطاة بشرشف أبيض، والثانية فيها سرير حديدي، والثالثة فاضية. قررت أنام في الغرفة الوسطى. فرشت فراشي وطلعت معي مصباح يدوي وقفلت الباب، وبديت أكتب هالليلة في مفكرتي. أقول البيت أقدم من اللي كنت أتخيله، بس لسه ما شفت شيء غريب. يمكن اللي يخوف مو المكان، يمكن الذكريات اللي مدفونة فيه. صحيت وأنا حاسب شيء ثقيل على صدري، مو كوابيس ولا حلم، شيء فعلي. فتحت عيوني على ظلام دامس. الغرفة سوداء، والمصباح اللي كنت مشغله قبل أنام مطفي، المكيف ما فيه، والجو خانق. مديت يدي للمصباح اليدوي اللي بجنبي، ضغطت زر التشغيل، ما اشتغل. هزيته، ضربته بيدي، ما في فايدة. الهواء داخل الغرفة كان ساكن بطريقة مو طبيعية، لا ريحة، لا صوت، لا حركة، بس في شعور واحد، إني مو لحالي. سمعت صوت طقطقة خفيفة، كأن أحد يضرب بإصبعه على خشب، واحدة ورا الثانية ورا الثالثة. الطقطقة جاية من جهة الباب. جلست ببطء، ظهري تعرق، وأنا أمد يدي بحذر. اليد الثانية تلمس الجدار، كأني أدور شيء أثبت فيه نفسي. الصوت وقف، بس ما حسيت بالراحة، بالعكس صار في سكون ثقيل، النوع اللي يخليك تسمع نبضك واضح كأنه طبلة في أذنك. طفيت ساعتي اللي على الأرض ورفعتها لأقرب ضوء من الشباك. 3:13 صباحا. مدري ليه الرقم هذا بالذات جمد دمي.
رجعت أمد يدي لفتحة الباب، أبغى أطمن إني مقفل مثل ما سكرته، بس قبل توصل يدي سمعت صوت نفس إنسان ثقيل قريب ورا الباب، نفس حقيقي ما كان من عندي. تراجعت خطوتين وأنا أراقب فتحة الباب اللي تحت، وبعدين شفت شي نزل تحتها، 4 أصابع سمراء طويلة نحيلة دخلت تحت الباب ببطء شديد، كأن اللي وراها يختبر ردة فعلي. أنا ما تنفست، جسمي كامل وقف، الأصابع رجعت فجأة، وبعدها بثواني سمعت صوت ضحكة خافتة مبحوحة غريبة، مو ضحكة استهبال ولا ضحكة واحد يسخر، كانت ضحكة جوع. البيت كان صاحي. رجعت أفتح المصباح واشتغل فجأة، النور خفيف لكن يكفي. قمت وفتحت الباب بسرعة، الممر مظلم وما في أحد، بس الريحة كانت موجودة، ريحة ما أقدر أشرحها، بس كأنها عرق مخلوق ما هو منه. رحت للمطبخ، شربت موية وجلست عند الطاولة أراقب البلاط، وكل شوي أسمع خشة خفيفة من السقف، كأن أحد يتحرك فوق. بس البيت دورين والسقف اللي فوقي هو السطح، ما في أحد فوق. كتبت في دفتري 3 و13، أول مرة أحس إني مو لوحدي. الأصابع اللي تحت الباب كانت بشرية بس ما هي طبيعية، والضحكة يا الله الضحكة. أنا ما نمت بعد كذا، والبيت بدأ يبلغ عن نفسه. الساعة كانت 5:30 الفجر، الشمس ما بعد طلعت، لكن السماء بدت تشق الظلمة بخيط خفيف من الرماد الباهت. ما نمت، كنت جالس في زاوية المجلس ماسك دفتري وطالع الباب اللي دخلت منه أمس. كل شوي أشوف حركة من زاوية عيني والتفت، ما في شيء. الصمت ما كان طبيعي، حتى أصوات الطيور ما وصلت، كأن البيت ينعزل شوي شوي عن العالم. كنت أقول لنفسي يمكن ضغط، يمكن قلة نوم، يمكن رهاب، بس ما تقدر تبرر الأصابع والضحكة والنفس صح. فتحت الشباك شوي، دخل هوا بارد ومعه صوت غريب، صوت طفل يقول راكان جاني دوخ. أمس أحد ناداني بنفس الطريقة، لكن الصوت هذا مختلف، في رجفة كأنه صوت قديم، كأنه من الذاكرة. قفلت الشباك بسرعة ورجعت أراجع دفتري، وحسيت قلبي يعتصر. كنت هنا من قبل، الذكرى جاتني فجأة كأنها صفعة. أنا جيت بيت عمي مهنا وعمري يمكن 7 سنين. أذكر أن أمي أخذتني معاها فترة صيف، وكانت تقول مهنا بيهتم فيك لين أرجع، لكن ما رجعت. يعني ما رجعت إلا بعد 2 أو 3 أو يمكن أكثر. الذاكرة مشوشة، بس في شيء أتذكر بوضوح تام. غرفة في القبو، غرفة فيها سرير صغير ومراية كبيرة مغطاة بشرشف أبيض، وفي الزاوية لعبة مكسورة دب بلا يدين، وكان في صوت طفل ثاني يبكي. ما كان في أحد غيري، أنا وعمي، بس أنا كنت أسمع بكاء، وكل ما سألت مهنا من هذا كان يسكتني بعنف. يوم من الأيام صحيت وأنا نايم في القبو، ولقيت باب الغرفة مفتوح والمراية كاشفة وجهي، بس انعكاسي كان يبتسم وأنا ما كنت أبتسم. رجعت للواقع وأنا أتعرق. قمت وفتحت باب القبو، أول مرة أفتحه من 30 سنة. الدرج كان مكسور والغبار مغطيه، لكن في أثر أقدام جديدة، أقدام بشرية لشخص نازل مو طالع. كتبت في دفتري الذكرى رجعت. أنا ما جيت لهالبيت بس عشان الورث، أنا جيت عشان شي ما خلص من زمان. في شي هنا تركته ورحت، والحين أظن يبيني أرجع. الدرج المؤدي للقبو كان ضيق، الجدران حوله متشققة والسقف واطي. كل خطوة أنزلها أسمع صدى نفسي، وكل صدى كأنه يتغير شوي عن اللي قبله، كأن البيت يعيد صوتي بطريقة ما هي نفس صوتي. يدي تمسك المصباح وقلبي يدق بسرعة. أول ما وصلت آخر الدرج حسيت كأني دخلت جو ثاني، الهواء بارد لكنه رطب،
كأن المكان يتنفس أو انتهى من شهيق. قدامي ممر قصير، وعلى اليمين باب خشبي غامق ومغلق بنص فتحة يصر إذا تحرك. دفعت الباب شوي شوي وفتح على غرفة، نفس الغرفة اللي شفتها في الذاكرة، نفس السرير الصغير، نفس المراية المغطاة بشرشف أبيض، ونفس اللعبة اللي فقدت يدينها. لكن في شيء جديد، في الزاوية في دفتر أطفال مفتوح على صفحة واحدة، وكأن أحد كتب فيها قبل شوي: رجعت صح، أنا ما رحت، أنت اللي نسيت. خط اليد كان مشابه لخط راكان، لكن في اختلاف بسيط، كأن طفل حاول يقلد كتابة كبير. قربت من الدفتر ومديت يدي له، بس المراية وراي تحركت. ما شفتها بس سمعت صوت الشرشف يتحرك. التفت بسرعة والمراية ما تغطت بالكامل، أطرافها باينة والانعكاس فيها يوريني واقف، بس وراي في شيء واقف، كائن طويل راسه مايل، جلده رمادي، وعين واحدة كبيرة في النص. استدرت ما لقيت شيء، لكن المراية باقي تعرضه. رجعت ناظر المراية وكان يبتسم، بس أنا ما أبتسم. رجلي تحركت لحالها. طلعت من الغرفة وقلبي يدق في صدري، بس وأنا أطلع سمعت صوت همس من الجدران: لا تطلع. طلعت بسرعة وسكرت باب القبو وحطيت عليه كرسي وطاولة وأي شيء ثقيل، ورحت للمجلس وجلست وأنا أحاول أفهم، هل هذا اللي شفته جزء مني؟ هل كنت هناك ونسيت؟ ولا في أحد يشبهني باقي موجود تحت؟ ولا أنا اللي بقيت تحت وهذا مو أنا؟ كتبت في الدفتر: القبو ما هو مجرد مكان قديم في نسخة مني أو من ذاكرتي أو من شيء أدفنه من سنين، وأنا متأكد إن المراية ما تكذب، بس يمكن المراية تبين الحقيقة اللي ما نبي نصدقها. الساعة 1:47 بعد منتصف الليل. أنا جالس في المجلس، وراي طاولة مقلوبة على باب القبو، قدامي دفتر مهنأ، وعلى يميني مصباح مشتغل على آخر رمق. البيت هادي، مو الهدوء العادي، هدوء من نوع كأن كل شيء واقف يتفرج، حتى صوت نفسي كأنه يرتد علي بنفس غيري. أحاول أقنع نفسي إني أتوهم، بس في شيء ما تقدر تكذب عليه نفسك: الشعور بالتقرب، النوع اللي تحس فيه إن أحد قاعد يحبس أنفاسه وراح ينفجر عليك فجأة. الساعة 1:59 بدأت أسمع صوت أثاث يتحرك في الدور الثاني، صوت جر كرسي، بعدين ضرب خفيف كأن شيء طاح، بعدين خطوات. لكن الغريب إني قافل باب المجلس والمفتاح بجيبي. طلعت أسمع الخطوات، توقفت، رجعت وجلست. دقيقة، دقيقتين، 3، صوت صراخ طفل صارخ بصوت مبحوح من الدور الثاني يقول: راكان. صرخة واحدة قوية كأن فيها دمعة. قمت بدون شعور، طلعت الدرج، وصلت أول الغرف، لفيت يمين، كل الأبواب مقفلة، ما في أحد، لكن ريحة الغرفة الوسطى تغيرت، ريحة عطر نسائي قديم، كأن أحد رش قبل ثواني. فتحت الباب ببطء، والغرفة كانت مثل ما تركتها، بس في شيء على السرير، فستان أمي نفسه بالضبط اللي لبسته يوم ودتني لعمي مهنا. كنت صغير بس ما أنسى النكشة. كيف وصل هنا؟ ممداني أفكر إلا والمراية اللي في الزاوية بدأت تتكسر من داخل، مو من برا، من جوا الانعكاس، كأن شيء يضرب المراية من عالم ثاني. طاخ طاخ، الشرخ يكبر، وكل ما يكبر أشوف وجهي يبدأ يبان، وجهي أنا، لكن مرهق شاحب وعيونه كلها سواد. ركضت ونزلت الدرج، لكن وأنا أنزل كل الأنوار اشتغلت مرة واحدة. البيت كان مظلم، الحين مضوي كله، المطبخ، الحمامات، المجلس والممرات، كأن أحد ضغط تشغيل على بيت ميت. وانفتح باب المجلس من نفسه. رجعت ورا، قلبي بينفجر. في نص المجلس واقف مهنا، عمي، نفس وجهه، نفس ملامحه، لكن شيء واحد مختلف، عنده طفل ماسك يده، طفل صغير نفس شكلي وأنا بعمر 7 سنين،
بس الطفل كان يطالعني وكأنه يحقد علي. قال مهنا بصوت واطي: تأخرت كثير راكان. والطفل قال: ليه تركتني هناك؟ سويت شي ما أدري وش هو. ركضت باتجاه الباب الرئيسي، فتحته، بس ما لقيت الشارع ولا القرية. لقيت نفس المجلس. رجعت للبيت. أنا ما طلعت، أنا دخلت أكثر. كتبت: البيت تغير أو أنا تغيرت. ما عاد أفرق بين الصوت والذاكرة. أمي، مهنا، الطفل، كلهم طلعوا من شيء أنا دفنته، والبيت صار يعيدني، يرجعني لنفسي غصب. أجلس في نفس المجلس. الباب اللي فتحت صار وراه جدار. النافذة اللي طلع منها نور صارت مراية. البيت يقلب ويتشكل، وكل مرة أدور المخرج ألاقي نفسي أرجع لنقطة البداية. لكن ما عاد أهتم بالمخرج. أنا الحين صرت أبي أفهم. رجعت الممر الطويل اللي يوصل للدور الثاني. الأرض صارت أنعم، كأنك تمشي على جلد قديم. اللمبات ترمش كل ثانيتين، وصوت نقطة موية تطيح من سقف ما في صنبور. وصلت لغرفتي، نفس اللي نمت فيها أول ليلة. فتحت الباب وكانت مرتبة بطريقة مثالية. الفراش مشدود، الدرج مرتب، حتى المصباح اليدوي محطوط على الطاولة بزاوية صحيحة. لكن ما دخلت أنا. أنا داخل الغرفة، نفس ملابسي، نفس شعري، نفس وجهي، بس أنا كنت جالس هناك. وكان يكتب شي في دفتر، الدفتر حقي. دخلت بهدوء، ما انتبه لي، وقفت وراه وقرأت الكلام اللي يكتبه. راكان راح يدخل الحين وبيوقف وراي وبيقرأ هالسطر. قلبي توقف. التفت علي وابتسم وقال: كنت دايم تحاول تهرب من نفسك، الحين لقيتني. حاولت أتكلم، ما طلع صوت. حاولت أرجع خطوة، ما تحركت رجلي. قال: أنا اللي دفنت الذكرى، أنا اللي طلعني، أنا النسخة اللي انحبست وانت كبرت. لكن البيت ما ينسى. قلت بصوت مبحوح: وش تبي؟ قال: ارجعني أو خذ مكاني. واختفى. الغرفة رجعت مثل أول، بس الدفتر بقى. فتحت أول صفحة ولقيت نفسي أقرأ شي كتبته قبل أيام ولا سنين. أنا راكان، ومو متأكد إني راكان. يمكن أكون نسخة، والنسخة الثانية هي الأصل. رحت للمراية وشفت نفسي، بس في فرق. أنا اللي في المراية كان يتنفس ببطء، وأنا ما كنت أتنفس. كتبت: المقابلة صارت. الآن أنا لازم أختار، أرجع للماضي ولا أخلي النسخة القديمة تطلع مكاني. أو يمكن أنا طلعت أصلاً وهذا مجرد إعادة. في صباح اليوم السابع ما صحيت لأن المنبه رن، ولا لأن الشمس دخلت من الشباك. صحيت لأن البيت تكلم، مو صوت رجال ولا حرمة ولا طفل، البيت نفسه. الجدران كانت تنبض والأرض تهتز بشكل خفيف، كأن كل حجر في المكان بدأ يصحى من نوم طويل. كنت نايم على الأرض تحت المروحة المعلقة لما سمعت أول همسة. تسمعني؟ الهمسة ما كانت بصوت خارجي، كانت داخل راسي، لكن مو مثل الأفكار. كانت واضحة، ثقيلة، كأن البيت نفسه يعطيني صوت. قمت وجلست وأنا أدور مصدرها، بس عرفت فورا ما في مصدر، كل شيء مصدر. الجدران، الأبواب، الأرض، حتى السقف، كلها تتكلم بصوت واحد. راكان، رجعت الوقت، رجعت الباب، رجعت النسخة، باقي شيء واحد. سألت وأنا أرتجف: وش؟ قال: اسمك. أخذت الدفتر وحاولت أكتب فيه اسمي، بس القلم ما كتب. كل ما كتبت راكان ينمسح من نفسه. جربت أكتبه بالمقلوب، بالحروف، بالرموز، كل شيء ما فيه. كأن البيت قرر يمحي وجودي شوي شوي. رجعت أصرخ: أنا ما دخلت هنا عشان أنسى نفسي. جاني الرد: دخلت عشان تتذكرنا. طلعت أدور أي علامة، أي شيء يدلني وش يبغى البيت بالضبط، لكن كل باب أفتحه
ألاقي نفس المجلس، نفس الطاولة، نفس الدفتر، نفس الفانوس، نفس صوت مهنا من بعيد يقول تأخرت، نفس الطفل يمشي في الزاوية يختفي أول ما أركض وراه، نفس الساعة واقفة على 3:13. وقفت في نص المجلس وصرخت أبي أطلع، فهمت الرسالة، فهمت كل شيء، خلوني أطلع. جاني الصوت هالمرة من كل الجهات، اللي يبي يطلع لازم يترك. قلت وش أترك؟ ما في رد، بس ظهرت قدامي 3 مرايات. الأولى راكان وهو صغير خايف لابس بجامة أطفال، الثانية راكان اليوم مرهق مجهد واقف يترنح، الثالثة راكان مبتسم بس عيونه سودة بالكامل. كل نسخة تطالعني وكل واحدة تمد يدها وتقول بصوتي اختر. اقتربت من المراية الأولى، الطفل قال رجعني، خلني أعيش، انت سرقتني يوم هربت. المراية الثانية قالت أنا أنت لكن مهزوم. الثالثة قالت أنا أقوى منك، أنا اللي يستحق يكمل. وقفت محتار ثواني بس كأنها ساعات، بعدين رفعت يدي ومديتها للنسخة الثانية أنا اليوم. قالت ليش؟ قلت لأني على الأقل أعرف وش سويت. المرايتين الثانية والثالثة تكسرت، الطفل اختفى والبيت سكت، بس هالسكوت مو راحة، كان سكوت نهاية مرحلة. كتبت في الدفتر أنا ما رجعت ألقى أحد، أنا رجعت أسترجع شي مني، والبيت عطاني فرصة بس مو بدون ثمن. البيت ما عاد مظلم بس ما في نور، كل الجدران صارت بلون رمادي باهت، لا ظلال لا انعكاس، المرايات اختفت، الأبواب انغلقت، حتى الأصوات صمتت. بس في شي غريب، البيت صار يشتغل كأنه حي. الجدار اللي قدامي كان يتنفس، صعود نزول ببطء، والأرض تحركت تحتي كأنها تراقب خطواتي. ما عاد أعرف كم لي هنا، كل شي يكرر نفسه بس بطريقة ثانية. الدفتر كل صفحة أكتبها تطبع قدامي على الجدران، كأن البيت يقراني ويحفظني. اليوم الثامن، إذا كان في وقت حقيقي، ما في شمس ولا ليل، بس داخلي أحس الوقت كان يسحبني. صحيت على صوت شي يتكسر، خرجت للمجلس ولقيت الجدار فيه شق كبير ينبض نور أحمر من وراه. مشيت له وقربت إذني، سمعت صوتين، صوت أمي وصوتي وأنا طفل. كنت أقول لا تخليني هنا، وأمي ترد الصوت من داخل الجدار، وكأن هذه الذاكرة الأصل. حطيت يدي على الشق وفتح من نفسه، وراه ممر طويل أضيق من اللي في القبو، كأن نحت بصعوبة داخل الجدار. مشيت فيه حافي ببطء، كل خطوة صوتها ثقيل لأن الأرض تنبض. في نهاية الممر كان في باب خشبي محروق لكن ما انكسر بالكامل. دفعت وفتحت الغرفة ولقيت نفسي داخل نقطة النهاية. في النص كانت في مراية مربعة متصلة بالجدار بدون إطار، ما فيها انعكاس بس فيها مقطع كأنها شاشة تعيد لحظة قديمة. أنا طفل داخل نفس البيت، أمي تدفني للقبو وتقول لا تطلعي لين أرجع، وما رجعت أتفرج على نفسي أبكي في الزاوية وأنا أصرخ راكان خذني معك. وبعدين المقطع يوقف وتطلع جملة على المراية هو ما نسى بس أنت ما رجعت له. انفجرت المراية، كل الزجاج طاح حولي، وانفتحت فتحة في الأرض تطلع منها حرارة وريحة مثل الموت الرطب، وسمعت الصوت من تحت إما تنزل أو نطلع اختر. كتبت ووصلت النهاية، أو فتحتها إذا نزلت يمكن أرجع كلي، وإذا ما نزلت يمكن أطلع نصي بس الأكيد البيت ما راح يسكت بعد اليوم. وقفت عند حافة الفتحة، النار تحت مو نار حقيقية، لونها أحمر بس تحس فيها صوت كأنها تصرخ بدون صوت. ريحة المكان تشبه ملابس قديمة محروقة ممزوجة بعطر أمك اللي تحبه بس معفن،
كنت أسمع صوت خطوات خلفي، بس ما التفت. كنت أعرف منه. أنا النسخة اللي شفتها في المراية، اللي عيونها سود وابتسامتها هادئة لكن مو مطمئنة. قال: تبي تهرب؟ قلت: ما في هرب، بس يمكن في خلاص. ضحك وقال: وش تبي تخلص منه؟ مني ولا منك؟ قلت: يمكن من كلنا. رجعت أقرأ جملة انكتبت على الجدار: ما في أحد يطلع من بيت يعرف اسمه. سكت لحظة، بعدين سألت: أنا ما قلت اسمي لأي أحد من دخلت صح؟ رد بصوتي: صح. قلت: بس البيت ما ناداني إلا باسمي. ابتسم وقال: لأنك تركته هنا، البيت ما نسي، أنت اللي نسيت نفسك. قربت من الحافة أطالع جوا، ما كنت أشوف نار ولا ضوء، بس كنت أشوف ذكرياتي. أنا صغير محبوس وأنا كبير أهرب، أنا ساكت وأنا أصرخ، أنا في كل المراحل لكن دايم وحيد. سألت نفسي: هل إذا نزلت برجع؟ هل إذا بقيت راح أعيش؟ ولا المسألة مو حياة ولا موت، بس استسلام؟ مديت رجلي ووقفت على الحافة. النسخة الثانية قالت: إذا نزلت أنا أطلع، بس ما راح أكونك. قلت: أصلا من زمان أنا ما كنت أنا. قفزت، صمت، ما حسيت بشيء، لا حرارة لا سقوط لا ألم. بس بعد لحظة فتحت عيوني، كنت واقف قدام باب البيت، نفس الباب، نفس الحوش، نفس الغبار، لكن كل شيء أهدأ. طلعت ووراي كان البيت واقف ساكت. ناظرت وراي وقلت: أنا آسف، وما رد. مشيت شوي وبعدين طلع صوت من داخلي: راكان. ناظرت حولي وما في أحد، بس الصوت ما جاني من برا، جاني من جوا، وأنا أعرف وش يعني. البيت خذ جزء وخلى جزء، وأنا الحين أنا ولست أنا.